وصفة النهاردة سهلة وبسيطة. هنعمل النهاردة الكبسة. زهقتي من الأكل ومش عارفة تعملي ايه؟ اعملي الكبسة. الوقت عندك ضيق ولازم تحضري غدا بسرعة لأولادك؟ اعملي الكبسة. عايزة اقول لكم سهلة وبسيطة، مش هتاخد ولا وقت ولا مجهود، وفي حلة واحدة. عايزة اقول لكم طعمها حكاية. وانا عرفت اسمها كبسة ليه؟ لان معلقة واحدة منها كده تتكبسي على طول بتشبعي. يلا بينا نشوف الكبسة دي اتعملت ازاي. عندي نص كيلو من اللحمة مقطعاها مكعبات وسط، لا هي كبيرة ولا صغيرة، تبقى وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويلا نشوف هنعمل ايه كمان. عندي هنا حلة على النار، هنزل بالزيت في الحلة. انا هنا هستخدم الحلة الضغط علشان تنجز معايا، لكن ما عندكيش حلة ضغط استخدمي الحلة اللي موجودة عندك. بعد كده عندي بصلتين وسط مقطعهم مكعبات بالشكل ده، هنزل بالبصل في الزيت وهقلبهم مع بعض. هنقلب البصل في الزيت على نار هادية، ما تعليش النار علشان البصل ميتلسعش مننا. بعد كده هننزل ب5 فصوص من الثوم الصحيح. بعد ما قلبتهم كويس مع بعض هننزل بالمكونات الجافة. عندي وحدتين من الليمون، عود قرفة، 3 فصوص حبهان و3 فصوص قرنفل، ورقتين من اللورة. وهشوحهم كويس لغاية ما يتحمصوا وريحتهم تظهر. بعد كده نبدأ ننزل بمكعبات اللحمة. ومش هقلب اللحمة غير لما تاخد صدمة ولونها يتغير، وفي الوقت ده هننزل بالفلفل الأسود. وبعد ما اللحمة أخدت الصدمة على الناحية اللي أنا نزلتها عليها هبدأ أقلبها علشان تاخد اللون أو تاخد صدمة على الناحية التانية. وبعد ما اللحمة أخدت الصدمة من كل ناحية يلا ننزل بباقي البهارات. عندي هنا معلقة وربع صغيرة جدا من بهارات الكبسة، المعلقة اللي مستخدمها أقل من معلقة الشاي، وربع معلقة من بودرة الزعفران، وربع معلقة من الكركم. يبقى تاني البهارات معلقة وربع من بهارات الكبسة، وربع معلقة من بودرة الزعفران، وربع معلقة كركم، ورشة من القرفة. وهقلب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما اللحمة تاخد لون الكركم والزعفران، وكمان ريحتهم تبقى مع بعض حلوة، يعني اللحمة تاخد من ريحة البهارات. وفي الوقت ده طبعا بكون محضرة مية مغلية. بعد ما اللحمة اخدت اللون وريحتها بقت من البهارات هنزل بالمية لغاية ما تغطي اللحمة. وبعد ما يغلوا مع بعض كده غلوة هنزل بالملح. طبعا هنا لسه ما استوتش، انا بس يا دوب اخدت غلوة بس مع بعض. بعد كده هغطي اللحمة واسيبها لمدة تلت ساعة. طبعا في حلة الضغط هي تلت ساعة واللحمة كانت استوت معايا. وشوفوا اللحمة دلوقتي ازاي لونها هيبقى تحفة. بعد كده هنزل ب3 كوبايات من مج الشاي ده من رز بسمتي، هنزل بيهم في الشوربة. ولو خايفة ان تكون الشوربة كتير قللي الشوربة وزوديها بعد كده واحدة بواحدة بعد ما تحطي الرز. بعد كده هنظبط الملح، ولما ياخدوا غلوة مع بعض الرز في الشوربة هحطهم على نار هادية خالص، وكمان هحط تحت الحلة شياطة علشان الرز ما يتلسعش مني. وهنا كان الرز لسه برضو ما استواش، بس هديله تقليبة وهنزل بنص كوباية من الزبيب وهقلبهم مع بعض وهسيبهم على نار هادية يكملوا باقي السوا. وهنا كان الرز استوى والزبيب استوى وكمان الوصفة بقت جاهزة. يلا بينا نحطه في طبق التقديم. بصوا المنظر، شايفين المنظر ازاي بينزل الرز حبة بحبة وما تلسعش مننا ومتفلفل وطعمه حكاية. وهتشوفوا كمان دلوقتي ازاي اللحمة مستوية زي الزبدة. دي كانت بقى وصفة النهاردة، يا رب تعجبكم. باي باي.